السلام عليكم، مساء الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. اليوم جبت لكم بسبوسه ناجحه 100%، مشربه تجي بزاف بنينه. قبل ما نبدا نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه نفوتوا فيها اللي هي سيرو. شوفوا البنات، هنا راح نفهمكم في السيرو. اللي تحب البسبوسه تاعها نورمال، دير 2 كيسان نتاع السكر تقابلها 4 كيسان تاع الماء. انا نحب البسبوسه تاعي بزاف شامخه، واش درت 2 كيسان وربع نتاع السكر، قابلتهم ب5 كيسان غير ربع نتاع الماء. هذا ربع الكاس تاع السكر، درت 2 كيسان وربع. هذا الكاس الاول تاع الماء، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، والكاس الخامس نحيت منه 4. هاي لك باش تفهموني. درتهم فوق النار، رميت عليهم طرونش تاع القارص. بعد ما غلاو لي حسبت لهم 10 دقائق وطفيت لهم. لازم تفوتوا بالسيرو، بسك لازم البسبوسه تاعكم تكون سخونه والسيرو يكون بارد. البسبوسه نتاعنا واش نستحقوا لها؟ عندي 4 حبات نتاع البيض بدرجة حرارة الغرفة، عندي كاس نتاع السكر، كاس نتاع الزيت، كاس نتاع الحليب، 2 ملاعق كبار تاع نوات كوكو، عندي مبشور البرتقال، تقدروا ديروا مبشور الليمون ولافاني، اختياركم ليكم. عندي سميد وزوج باكيات نتاع الخميره. اول حاجه نفوت نضرب البيض نتاعي مع القرصه نتاع الملح، نجيب الكاس تاع السكر تاعي ونبدا نرمي فيه تدريجيا. تقدروا تستغناو كامل على الباتور، تقدروا تضربوا غير بالفوي. جوست احنا باش نسرعوا العمليه. هاي اللي كما قلت لكم نضيفوا السكر تدريجيا. هنا نجي نضيف عليه مبشور البرتقال. كنت قلت لكم في الفيديو اللي سبق، المبشور البرتقال باش يجيكم هكا معسل. واش ديروا؟ كي ترابوا التشينه نتاعكم، كديروها في ان بواط، رموا عليها السكر وخلوها، راح تجيكم بزاف بنينه. هنا ما كانش متوفره عندي لافاني، درت هذاك تاع البرتقال. ضفت الكاس تاع الزيت تدريجيا وانا نخلط، ومن بعد ضفت الكاس تاع الحليب. جست البنات، المكونات تاعكم لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما يكونوش باردين. هنا نجي نضيف الكاس الاول تاع السميد تاعي يكون متوسط، والكاس اللي عبرت به يحمل 250 مليلتر. نضيف عليه هذوك 2 ملاعق كبار نتاع جوز الهند، و2 باكي نتاع خميرة كيميائية. الوزن تاع الباكي الواحد 10 غرام. هنا نخلط المكونات تاعي مليح، ندخل هذاك السميد تاعي بشويه كما راكم تشوفوا. ضفت الكاس الاول ودوك نجي نضيف الكاس الثاني. هنا الماء، نعطيكم معلومه البنات، السميد شحال دالي نص رطل، يعني 500 غرام سميد متوسط درتها كامل. وبيان سور تبقى على حسب نوعيه تاع السميد تاعكم، كاين سميد يشرب وكاين سميد اللي ما يشربش. هنا هذا الكاس الثالث راني نضيف فيه تدريجيا. بعد ما ضفته البنات تبان لكم باللي راهي جاريه شويه، ما يخلوها واحد 5 دقائق ولا راح تثقل. نتوما كديروا الكاس الثالث تاعكم سيو ديروا كاس الكاس هذا متكملوش كامل، خلوها 5 دقائق وشوفوا. انا هكا كنت درت، انا هكا درت عفوا. هكا بعد ما شوفوا كيفاش القوام تاعها، خليتها حوالي 5 دقائق. كي يشرب هذاك السميد تاعكم شوفوا كيفاش ولات. هاي لك تتحصلوا على هذا الخليط يكون يتقطع. السنيوه تاعي نخلي لكم المقياس تاعها في صندوق الوصف، وكامل الوصفات نخليهم لكم في صندوق الوصف. اللي ما تعرف صندوق الوصف تضغط برك على عنوان تاع الفيديو يخرج لها. السنيوه تاعي كنت دهنتها بالزيت ورشيت لها السميد وكنت شعلت الفور تاعي على 190 درجه. تدي لكم حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه في هذوك الجوايه الى نص ساعه. هنا قبل ما ندخلها على الفرن نخبطها شويه وندخلها. بعد ما خرجت لي وحمرت لي مليح، هنا البسبوسه تاعي راهي سخونه والشربات راهي بارده.
هاي ليك ندير الكميه تاع السيرو كامل. وكنت فهمتكم في السيرو اللي متحبهاش شاربه بزاف دير غير 2 كيسان تاع سكر تقابلها ب4 كيسان نتاع الماء. هاي ليك هنا نخليها. شوفوا يا البنات كيفاش راهي شاربه، جات بزاف هايله وخفيفه. خلوها هنا واحد 10 دقائق تشرب ومن بعد روحوا قطعوها. هنا 4 حبات نتاع البيض وبهذا السنيوه خرجت لي 18 انقطعه. تقدروا ما ديروها في هذيك ليمول تاع الطمينه، يعني الاختيار يكون ليكم. هنا كنت درت لها لينوات كوكو وجيت نضيف هذا الكرز المصبر. قسمت الحبه على 2 وزينتها. والتزيين يبقى اختياري، تقدروا ديروا لوز ايفيلي كاوكاو ايفيلي، تقدروا ترشوها كامل هكا بنوات كوكو، يعني تدير يكون ليكم. المهم الصح كامل في البنات تجي بزاف بنينه خفيفه وتجي شاربه. وكما شفتوني انا في لا فيديو اللي سبق كنت حطيتها لضيافي فريمون حمرت لي وجهي. دونك وصفة بزاف سهلة وكامل نحبوها، ما كاش اللي ما يحبش البسبوسه. دونك هاي ليك يا البنات تجي بزاف هايله. وهنا جيت نقسم لكم حبه جست هنا يا البنات. بعد ما قسمتها تقلبت لي الكاميرا دونك ما كنتش نشوف. هالك شوفوا البنات راهي باينه بلي راهي شاربه مليح. هنا تنقسم واحدة معاكم. شوفوا البنات تجي خفيفة وبزاف بنينة. دونك ما تنساوش اذا سيتوها تبحثوا لي تطبيقاتكم. نقول لكم تهلاو في ربحتكم في امان الله.